صباح الخير، يا رب تكونوا جميعا بخير وبأتم صحة وانتوا بتشوفوني النهاردة. هنعمل مع بعض النهاردة ستيك بصوص الفلفل الأسود والمشروم مع البطاطس البيوريه، يعني طبق مطاعم زي ما بيقولوا. طعمه حلو جدا وشيك وتغيير شوية عن الأطباق التقليدية اللي احنا بنعملها. في الأول أنا بجهز البطاطس قبل أي حاجة. مية مغلية على النار، بحط فيها ملح، ببقى مقشرة البطاطس ومقسماها لأربع أجزاء بالطول كده زي ما انتم شايفين. هحط كل البطاطس بتاعتي واسيبها لحد ما تستوي خالص، يعني انا محتاجاها تبقى مستوية تماما. اول ما بتستوي ببدأ ان انا اشيلها في مصفى عشان نصفي كل المية اللي فيها، وبعد كده بقى نبدأ نشوف ايه الاضافات اللي احنا هنحطها عليها. الاضافات دي يعني افتحي التلاجة وشوفي ايه الموجود من الجبن، من الزبدة، من الكريمة، من اللبن، اي حاجة. انا حطيت معلقة كبيرة من الزبدة، رشة من الملح، ورشة كمان من الفلفل، وكان عندي كريمة في التلاجة تقريبا كان اخر جزء في العلبة فحطيتهم، بيبقى طعمه حلو جدا. وبشرت كمان جبنة، تقدروا تحطوا جبنة كريمي، لو مفيش كريمة تقدروا تحطوا لبن، تقدروا تحطوا اللي هي الجبنة المطبوخة اللي بتبقى طرية دي، جبنة رومي، اي حاجة عندكم ممكن تدي نكهة بطاطس تقدروا تضيفوها. والمقادير على حسب كمية البطاطس اللي انتوا عاملينها وعلى حسب السمك برضو اللي انتوا بتحبوه. بعد كده وهي سخنة طبعا بنعمل كل الكلام ده عشان يبقى سهل علينا ان احنا نهرسها كويس. بهرسها خالص لحد ما بتاخد القوام اللي انتوا شايفينه دوت. بدوق طبعا لو ملحها مظبوط تمام، لو مش ملحها مظبوط بزود. كده تقريبا عندي البطاطس خلصت، بسيبها خالص بقى على جنب لحد ما بجهز اللحمة. عندك بقى اي قطع ستيك انت بتحبيه، انا استخدمت هنا فليتو. تقدري تستخدمي الستيك العادي اللي احنا بنستخدمه، او كمان الاسكالوب بانيه او البوفتيك اللي احنا بنقول عليه. بعد كده كل اللي احنا هنحتاجه هو الملح والفلفل والزيت، سواء زيت زيتون او زيت عادي اللي بتفضلوه والمتوفر عندكم. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنرش من الملح والفلفل والزيت على الوش كده بتاع اللحمة. يفضل الفلفل الاسود يكون لسه مجروش، او عندكم فلفل حب، ونهرسه في الهون او في المطحنة اللي عندكم يستحسن، لان هو المفروض بيبقى صوص بالفلفل الاسود. الفلفل الاسود لما بيبقى طازة بيبقى نكهته مختلفة خالص عن الفلفل المطحون. بعد كده هحط زيت الزيتون وهبدأ اعمل الحركة دي على الجنبين. بديها الاول زي مساج كده للحمة ان تمتص الملح والفلفل كويس والزيت، وهبدأ اعمل على الوش التاني نفس الحوار، ملح وفلفل وزيت، وبرضو هديها مساج كده بايديا، ويبقى خلاص كده اللحمة جاهزة عندي ان هي نبدأ نشوح فيها. طاسة بقى سخنة جدا 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 على النار، يستحسن ان هي تبقى واسعة او على حسب حجم اللحمة اللي عندكم. وببدأ احط شوية من الزيت بصوت، واضيف بقى عليهم شرايح اللحمة. بسيبها خالص، النار بتبقى عالية عشان ما تنزلش المية اللي فيها. الستيك او الفليتو او اي نوع بيتعمل للستيك او للشوي ما بياخدش وقت كتير. ببدأ اول ما بياخد اللون الوش الاول برفعه وبديله الوش التاني. اول ما بحس ان هو اخد لون برضو من الوش التاني ببدأ اضيف تومتين كده كسرهم، يعني ضغط عليهم ضغطة بسيطة عشان تطلع نكهتها. وبعد كده روزماري او زعتر فريش المتوفر عندكم، او حتى لو جاف. وبجيب قطعة زبدة كبيرة بمشيها بس كده كويس على كل اللحمة، وبسيبها بقى لحد ما بيتشوحوا كويس مع بعض. ببدأ أشيل اللحمة عندي في طبق، وبحط شوية من الزيت كمان، او لو موجود في الطاسة زيت خلاص. وببقى مقطعة نص بصلاية صغيرة قوي، قطع صغيرة، بضيفها بقى وببدأ أشوح فيها لحد ما يعني البصلة تبقى شوية دبلت وبقت شفافة كده. بيجيب بقى عندي المشروم، أنا عندي المشروم متقطع جاهز. اللي تحبوه ممكن تستغنوا عن المشروم خالص، لو مش موجود ممكن تعملوا الوصفة من غير مشروم، بتبقى تحفة جدا. بضيف بقى المشروم وببدأ ان انا اشوحه كويس مع البصل. المشروم اول ما بيتحط بيسحب الزيوت الموجودة، تقدروا ممكن تضيفوا تاني زيت او زبدة اللي تحبوه. بعد كده اول ما بتحسوا ان المشروم شوية دبل هحط عليه معلقة من الثوم، وهبدأ ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعض. كده احنا حطينا البصل والمشروم والثوم.
نقلب كويس كل المكونات دي مع بعض عشان نبدأ نضيف الدقيق. الدقيق هو المادة اللي هتربط ليا السائل بتاعي على حسب ما بتحبوا السمك. انا مش بحبه تقيل قوي، خصوصا لو هعمله قبل الوقت بفترة، لان كده كده السائل لما بيتحط حتى لو حط حاجة بسيطة من الدقيق فبيتقل. فحطيت بس 3/4 معلقة من الدقيق، وحطيت عليهم نص كوباية من المية. وبعد كده هبدأ أضيف بقى السوائل اللي عندي، على حسب عندكم لبن أو عندكم كريمة تقدروا تستخدموا الاتنين، مفيش أي مشكلة. ببدأ بقى أضيف الكريمة عندي، تقريبا برضو ضفت نص كوباية. على العموم سماكة الصوص والكمية الصوص اللي تبقى موجودة في الطبق نفسها على حسب ما انتوا بتحبوا ايه. يعني انا بحب شوية الصوص يبقى سايل، لان بحب احط منه على البطاطس، او لو عاملة رز بحط منه على الرز، ما بحبوش يبقى ماسك قوي. بعد كده بحط كمان الصوص اللي نازل من اللحمة بعد التحمير. بضيف كل الكلام ده مع بعض وبحاول اخلط كويس قوي، وبسيبها بقى اول ما بتغلي. ببدأ اني انا اغطيها كويس بفويل، او لو عندكم غطا للحلة اللي انتم مستخدمينها او الطاسة، وبسيبها بقى ان هي تغلي مع نفسها شوية، تقريبا ربع ساعة او تلت ساعة، على حسب ما انتم بتحبوا سوى اللحمة بيبقى عامل ازاي. انا عندي الفيليتو بيستوي بسرعة، فتقريبا اخد ربع ساعة. بس كده الطبق عندي خلص. طبق سهل جدا، تقدروا كمان تعملوا البطاطس من قبلها لو انتوا شغالين او لو عندكم عزومة. ببدأ بقى احط البطاطس، وعندي فاصوليا سلقاها ومشوحاها شوية، بحط عليها شوية من صوص الفلفل الاسود والمشروم، وبحط كمان قطعة الستيك اللي انا هاكلها. تقدروا تقدموها كمان مع رز ابيض او مكرونه. خلاص الطبق النهارده خلص، اتمنى ان انتوا تجربوه ويكون عجبكم. يا ريت تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وكمان لو لسه ما اشتركتوش معانا في القناه اتمنى ان انتوا تفعلوا اشتراككم وتضغطوا لايك. واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده عن قريب. مع السلامه.